سيدنا إبراهيم يشوف في المنام إنه بيذبح سيدنا إسماعيل، وأول ما شاف الحلم راح على طول يقول لسيدنا إسماعيل، وكان الرد من سيدنا إسماعيل بيقول له: يا أبتي افعل ما تؤمر، إن شاء الله أنا هكون من الصابرين. ركز معايا بقى، هنا سيدنا إسماعيل عنده 12 سنة، ايه يفهمه في الطاعة اصلا، ولكن يجي الرد منه كأنه ابن ال80. المشهد ده فيه اعلى درجات الحب بين اب وابنه، ولكن في نفس الوقت فيه اعلى درجات الطاعة والتسليم لامر ربنا. بس السؤال بقى هنا اللي بيفرض نفسه واللي بيدور في خلد كل واحد فينا، هو ليه ربنا يأمره بكده؟ خليني افكرك تاني ان سيدنا اسماعيل مش مجرد ابن، ولكن حلم تمناه سيدنا ابراهيم على مدار عمره. ولما ربنا طلب من سيدنا ابراهيم انه يذبح سيدنا اسماعيل، ما كانش عشان يذبحه فعلا، ولكن ربنا اراد او شاء انه يختبر سيدنا ابراهيم في اغلى حاجه عنده، واللي هو ابنه الوحيد اللي جه بعد سنين طويل. وكأن ربنا عايز يحرر قلب سيدنا ابراهيم من التعلق في الدنيا. فلما سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل سلموا الامر لله، خلص الاختبار، وربنا عز وجل فدى سيدنا اسماعيل. وبدا نكتشف ان ما كانش المقصود هو الذبح الحقيقي اللي احنا عارفينه، ولكن كان مقصود ذبح الهوى، يعني كسر التعلق وحب الدنيا في قلب سيدنا ابراهيم. الفكره هنا ان البلاء ما كانش في الذبح نفسه، ولكن في فكره انك تفارق اغلى حاجه عندك في الدنيا، لا وكمان بايديك، وتكون مؤمن بده وتكون راضي كمان بده. زي ما يكون ربنا بيوصل لك رساله ان اكتر حاجه في الدنيا هتحبها ربنا هيختبرك فيها، والهدف انك تكون بتفارق الحاجات دي كلها عشان بس ربنا طلب منك كده، وتكون مستعد تفارق اي حاجه بتحبها مهما كانت لو ربنا طلب منك كده، والا يبقى في قلبك جزء مش خالص لله عز وجل. اي حاجه ممكن تبقى صنم في قلبك لو اخدت مكان غلط ومكانه غير مكانتها، سواء حلم او شهره او اولاد او حتى نفسك. سيدنا اسماعيل مش مجرد ابن في هذه القصه، ولكن رمز لكل حاجه بنتعلق فيها. فحب الدنيا ماشي، لكن ما تتعلقش بيها، لان الاختبار لو جه لازم تكون راضي ومؤمن بده، لأنك لله وليس لأحد غيره. واشوفك إن شاء الله على خير. سلام عليكم.